أهلا بيكم مع أخبار النادي الأهلي اليوم. خبرنا الأول: كولر يطالب إدارة النادي الأهلي بسرعة حسم صفقة المهاجم قبل مباراة الزمالك. طلب كولر من النادي الأهلي ضرورة حسم ملف المهاجم الأجنبي الجديد، وذلك قبل خوض مباراة الزمالك في قمة الدوري، في ظل الأزمة التي يعاني منها الفريق في مركز المهاجم الصريح بعدما تراجع مستوى الثنائي محمد شريف وشادي حسين، وبالفعل نسيوا الكورة. خبرنا الثاني: غزل المحلة يرفض عرض الأهلي لضم مدافعه. رفض غزل المحلة العرض اللي تقدم به الأهلي للتعاقد مع مصطفى العش مدافع الفريق الأول غزل المحلة خلال شهر يناير الجاري، حيث نال اللاعب إعجاب كولر لتدعيم صفوفه. جاء رفض غزل المحلة للعرض المقدم نظرا لأنه من العناصر الأساسية، وقرر المحلة استمراره لنهاية الموسم. خبرنا الثالث: الأهلي يطالب اتحاد الكرة التحقيق في الأخطاء التحكيمية. أرسل الأهلي خطاب لاتحاد الكرة يطلب فيه التحقيق في الأخطاء التحكيمية المثيرة للجدل. ذكر الأهلي في بيانه بأن الإدارة تطالب التحقيق في الأخطاء التي وقعت في حق الفريق في مباراته الأخيرة في الدوري العام ضد المصري. خبرنا الرابع: الأهلي يعلن عن جاهزية قفشة لمواجهة سموحة. أعلن النادي الأهلي عن جاهزية قفشة لمواجهة سموحة في الكاس. قفشة جاهز وهو تحت تصرف الجهاز الفني، ولو تم ضمه لقائمة مباراة سموحة فهو من الناحية البدنية والطبية جاهز للعب أساسي، لأن حاجب اللاعب بدأ يلتئم. خبرنا الخامس: فرج عامر يعلن عن فشل انتقال رامي ربيعة لسموحة. تحدث فرج عامر وقال: فشل صفقة انتقال رامي ربيعة لسموحة على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور لأسباب كثيرة، أهمها اعتراض الإدارة الفنية للأهلي على رحيل ربيعة وتمسكهم به.